أسرع وأسهل مبكبكة بالسجق وكله في حلة واحدة. مكونات سهلة وبسيطة ويلا بينا. أنا عندي هنا حلة حطيت فيها مادة دهنية، ولو عندك السجق اللي احنا هنحط فيه مادة دهنية متحطيش. نزلت بالبصل وخد لون شوية كده أصفر كده دبل شوية، وبعد كده نزلت السجق بتاعي يدوب خد لون، ونزلت بباقي الخضار. طماطم متقطعة صغير وفلفل أخضر متقطع صغير. السلام لو حطيتي معاها قرن فلفل حراق، بس احنا مش بنحب الحراق قوي فما فضلتش ان انا احط. حطيت هنا كده علبة طماطم اللي هي المعجون الطماطم، وبدأت ان انا اقلب يدوب كده تدبل شوية، وبعد كده انزل بعصير طماطماية واحدة. بحب احط عصير الطماطم عشان بيدي طعم شوية عن معجون الطماطم لوحده. ودي بهارات هكتبها لكم في الكابشن، سهلة برضو وبسيطة. كله زي ما انتم شايفين في حلة واحدة، ويدوب خد تسبيكة شوية وطعم الطماطم هدي. بحب ادي الطماطم عندي شوية تسبيكة كده قبل ما احط فيها المكرونة. المكرونة عندي زي ما انتم شايفين المكرونة الصغنونة خالص اللي هي زي بتاعة التحمير، تبقى افضل نوع لان المكرونة الكبيرة بتنفش في الصلصة وما بتبقاش لطيفة. هنزل بقى بالمية بتاعتي. معيار المية بيبقى مش قد المكرونة قوي، بيبقى ارفع منها نص صباع. وبحط معاها معلقة او مكعب مرقة دجاج، او لو عندك فورية حطي فيها معلقة. انا كان عندي مكعب فحطيته عشان احنا مش حاطين فيها مرقة. واقلبه وغلوة على النار. انزلي بقى عندك بقى بأحلى مبكبكة سجق ممكن تاكلوها في حياتكم، سخنة كده وجميلة. بألف هنا وشفا عليكم. متنسوش الفايل.